السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي، صباح السعادة، صباح الانسجام، صباح الجمال على كل اللي بيسمعني دلوقتي. معكم أنا محمد سعد، ودي حلقة جديدة من راديو على ما تفرج. في ناس كده يا جماعة كتير بتحب تتكلم، بس الغريب إننا دايما بنتكلم متأخر، بعد ما كل حاجة بتخلص، بعد ما القرار يتاخد، بعد ما بقاش في إيدينا حاجة تتغير، وساعتها بس بنقول جملة واحدة: أهو ده اللي صار. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. احنا مش بنحكي علشان نفهم، احنا بنحكي علشان نبرر. كل واحد فينا عنده رؤية جاهزة يحكيها لنفسه قبل ما يحكيها لغيره، يحط نفسه فيها مظلوم شوية ومغصوب على كل حاجة حصلت. الغريب بقى ان نفس الشخص لو رجع لنفس اللحظة تاني هيعمل نفس الاختيارات، بس برضه هيحكيها بطريقة مختلفة. في حاجات احنا عارفين حقيقتها من الاول، بس بنختار نكمل ونقول ممكن المرة دي تبقى غير، ولما تخلص نرجع نقول اهو ده اللي صار، كأننا اتفاجئنا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق تلوم عليا. مش كل الحكايات محتاجة تتحكي، في حكايات واضحة جدا بس احنا بنحب نضيف ليها دراما علشان نرتاح، مش علشان نفهم. يمكن المشكلة مش في اللي حصل، يمكن المشكلة اننا بنعيد نفس الحكاية كل مرة بشكل جديد، وبنقنع نفسنا بقى انها مختلفة، بس بعد كل مرة بنرجع لنفس الجملة: اهو ده اللي صار. مش كاعتراف، لكن كراحة مؤقتة نهدي بيها صوت جوه دماغنا. بس الحقيقة ان الحكاية مش بتقف هنا، لان السؤال الحقيقي مش اللي صار، السؤال: هل هنفضل نحكي نفس الحكاية ولا هنقرر نكتب واحدة جديدة؟ تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش في ايدنا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش في ايدنا. قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها ألوم عليا. كنت معاكم أنا محمد سعد، ودي كانت حلقة أهو ده اللي صار من راديو على ما تفرج. واستنوا الحلقة الجاية، يمكن نحاول نعمل حاجة أصعب شوية وننسى اللي كان. انتظروني في حلقة جديدة يوم الخميس الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد بتاعنا، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار